ايوه، شوف الخطوتين اللي خدهم لورا. اللعيب بظهره ما بيقدرش يتحكم في جسمه. اتلعبت له الكوره وخد الخطوتين يا كابتن محمد لورا. الخطوتين عالميين، وخلي بالك الجو سهلت التايمينج. ايوه، وخلي بالك الجو مطره. فاهم؟ لما تيجي بظهرك الخطوتين دول ممكن اي حد تاني يتزحلق. فانا اشوف ان هو التغييره اللي بتاعت الكعب دي هو ده لازم يبقى 9 الاساسي. فاهم؟ وانا في ظني ان انت في رايك افضل الثلاثه ولا الانسب للمجموعه؟ الانسب المهاجمين هو افضلهم. وهو بيعرف يلعب بره منطقه الجزاء. شوف بقى الخطوتين دول يا محمد، الخطوتين اللي خدهم بظهره. فاهم؟ الخطوتين اللي بنص. ايوه، وبعدين عينيه على الكوره. عينيه على الكوره، عمره ما فقد نظره مع الكوره. لما حتى اتحرك بظهره هو شايف الكوره. فاهم؟ فراح عامل الرشاقه والمرونه والتوقع وكل حاجه. بس هو عمل سكان للمرمى. ايوه، ما انا اقول لك عمل سكان بلا ما يشوف، بعدين لما شاط الكوره ما يشوفش المرمى، ما يشوفش. هو عارف قال لك هو حافظ منطقه جزاء. ايوه، حافظ. بص يا يوسف، خلي بالك هو خلص عمل اللعب، اشتغل اهو ماشي، وراح على طول لاقصر الطرق. والخطوه دي، الخطوه ونص اللي بظهره دي مش اي حد يعملهم. وخلي بالك الملعب فيه مطر طبعا. الخطوه ونص او الخطوتين حد تاني يقع على وشه.